هل انا استخدم مثلا الاول مش عارف الحاجه التنظيف ولا التقشير، ولا هستخدم مثلا التونر، وايه الفرق بين الحاجات دي اصلا؟ وميسلر مثلا، ميسلر ووتر ده ايه الفرق ما بينه وما بين المنظف او الكلينزر؟ فعايزين نفهم الحاجات دي بشكل مفصل علمي، وفي نفس الوقت عربي وسهل وبسيط، بحيث ان انا لو انا مش عندي باك جراوند، هو انت مش شرط ان انت اللي يشتغل في المجال يبقى عنده باك جراوند طبي. فبالتالي انت لو عندك باك جراوند طبيه هتلاقي اللي انت عايزه، اللي هو العلم القوي التقيل اللي انت عايزه. وفي نفس الوقت لو انت مش مجال طبي هتعرف تفهم كويس برضو. ليه؟ لان انت هتلاقي الكلام ايه، بشكل سلس وسهل، اسلوب عرض سهل. فحتى لو الكلام مجعلص هتلاقيه سهل بالنسبه لك، فتبقى انت من جوه بقيت عندك اساس قوي. لان انت مشكلتك ايه بقى؟ اما يجي لك الزبون انت بتعرف تشتغل بايدك، بس لو سالك سؤال هتعطل. انا عارف الصنعه، امسك البتاع كده واعمل كده.